تخيل تصحى كل يوم ناسي حياتك بالكامل، وجنبك راجل غريب بيقولك إنه جوزك، بس الحقيقة إنه هو الشخص اللي دمر لك حياتك. وإنت كل ليلة بتنام وتنسى غدره. يلا بينا نشوف القصة مع بعض. واحدة اسمها كريستين بتصحى فبتلاقي نفسها نايمة جنب واحد غريب خالص. كريستين بتدخل في كابوس مرعب، تقوم تجري على الحمام تلاقي الحيطة مليانة صور ليها مع الراجل ده، وفجأة تاخد بالها من دبلة في إيديها. ساعتها الرعب يمسك فيها من ساسها لراسها. وهم قاعدين على الفطار بين بيبدأ يشرح لها الحقيقة، بيقول لها إنها عندها 40 سنة وإنها عملت حادثة بالعربية أخدت منها 14 سنة من غير ما تفتكر منهم حاجة. والأسوأ من كده، كل ليلة لما بتنام دماغها بيعمل ريست، يعني كل يوم بتصحى فاكرة نفسها لسه في العشرينات. قبل ما ينزل الشغل بن بيسيب لكريستين ورقة فيها يومها كله مكتوب بالتفصيل الممل، حاجة كده زيادة قوي عن اللزوم، كأن حياتها مترتبة على المسطرة ومفيش فيها أي حاجة تيجي كده بالصدفة. والغريبة بقى إنها تلاقي في آخر الورقة ملاحظة زيادة بتقولها تاخد معاها شنطة، وده يدي إحساس إن في حد كاتب لها يومها حرفياً وماشيها على سيناريو جاهز. بعدها بن بيقول لها إنه مجهز لهم خروجة عشان عيد جوازهم، ويحاول يبان إن كل حاجة طبيعية ولطيفة بينهم، بس اللي بيحصل بالعكس. ده بيخلي كريستين تحس أكتر إن حياتها متفبركة ومترتبة زيادة عن اللزوم، مش طالعة بشكل طبيعي خالص. بعد ما بيمشي كريستين بتلاقي نفسها لوحدها، والإحساس جواها بعدم الأمان بيكبر واحدة واحدة. مش واثقة في أي حاجة حواليها، كأن الدنيا كلها مزيفة، وكأنها عايشة في نسخة باهتة من حياتها مش فاهمة منها حاجة. فجأة رن التليفون تكسر الصمت، مكالمة من دكتور ناش. ومن هنا كل حاجة بتتغير. مش بس واحدة فقدت الذاكرة وجوزها بيرعاها، لكن في احتمال إن في حقيقة تانية خالص مستخبية لسه ما ظهرتش. الصوت على التليفون بيكشف سر خطير، إن هو وكريستين كانوا بيشتغلوا مع بعض في السر وبيحاولوا يرجعوا ذكرياتها اللي ضاعت. والأخطر إن جوزها ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، وهو متلخبط وخايف. دكتور ناش بيقول لها تروح تجري لآخر الدولاب وتطلع علبة جزمة متخبية هناك، تفتحها تلاقي جواها كاميرا فيديو مستخبية، وصوته يكلمها تاني وهو على أعصابه. شغليها بسرعة. بيظهر تسجيل لكريستين وهي بتتكلم عن فقدان الذاكرة عندها، وإن أيامها مش مترابطة وكأن كل يوم لوحده. وبنرجع شوية لورا، من حوالي أسبوعين كريستين بتكون في عربية مع دكتور ناش، واللي بيبان إنه بيتصرف بشكل مش طبيعي لأنه بيقابلها من غير ما جوزها يعرف. كريستين بتكون خايفة ومش فاهمة اللي بيحصل، ولما يوقفوا في باركينج يقول لها إنهم يعرفوا بعض من 6 شهور، وبيشرح إنه دكتور أعصاب وبيشتغل على حالتها كجزء من دراسة عن نوع فقدان الذاكرة اللي عندها، وعشان كده بيقابلها من غير مقابل. وهما رايحين لمكتبه يقول لها إنها حتى لو ما افتكرتوش في الأول بتكمل معاه وبتوافق تشتغل معاه. كريستين كانت قالت لجوزها إنها بتقابل دكتور نفسي، لكنه كان رافض الفكرة تماما بسبب تجارب قديمة. وبيديها كاميرا ويطلب منها تسجل يومياتها، وبعدين يقول لها إن سبب حالتها اعتداء عنيف حصل لها قبل 10 سنين. كريستين بتتفاجئ لأن الكلام ده مختلف تماما عن رواية بن، وبيروي لها أخبار عن الحادثة وهي بتفضل محتارة ليه حد ممكن يحاول يأذيها أصلا، وهو يقول لها إن الإجابة لازم توصل لها بنفسها. وفي الآخر يحذرها ما تقولش لجوزها على الكاميرا، ويوريها مكان تخبيها فيه، ويقول لها إنه هيكلمها الصبح. بالليل كريستين بتدخل الحمام وسجلت أول فيديو ليها في يومياتها السرية، وفي نفس الوقت كان بن بيجهز لهم كوباية كاكاو. فضلت تتكلم عن الحاجات اللي بدأت تفتكرها، لكن أول ما سمعت صوته وهو جاي على الأوضة اتخضت بسرعة وخبت الكاميرا، وبعدها عملت نفسها نايمة لحد ما نامت فعلا. تاني يوم الصبح كريستين بتصحى تلاقي بن نايم جنبها وبيمثل إنه لسه صاحي من النوم، وبيدور بينهم نفس الكلام المعتاد عن حياتهم وجوازهم وذاكرتها اللي بتمسح كل يوم. لكن كريستين كانت باينة مخنوقة ومش فاهمة هي أصلا بتعمل إيه طول اليوم، ولا إزاي عايشة الحياة دي من غير ما تفتكر أي حاجة. بعد كده كريستين بترجع تتفرج على الفيديوهات جوه العربية مع الدكتور مرة تانية، وبتقوله إنها كانت ممكن تصدق كل حاجة بن بيقولها، حتى حكاية حادثة العربية لولا التسجيلات دي. وبدأت تسأل نفسها يا ترى هو مخبي عنها إيه تاني، وإيه الكذب اللي كان بيقوله لها طول الوقت. الدكتور ناش بيقول لها إنه ما يقدرش يخاطر ويتصل بيها على تليفون البيت. وقتها كريستين اعترفت له إنها تعبت من الخوف اللي عايشة فيه طول الوقت، وسألته لو العلاج اللي محضره لها ممكن فعلا يساعدها ترجع تفتكر وتعيش طبيعي. في حالات نادرة الرجوع لمكان الحادث ممكن يساعد يحرك الذاكرة ويخليها تبدأ تفتكر، وده اللي الدكتور ناش بيقوله. بس هو في الحقيقة كان هدفه كمان إنه يبني ثقة بينها وبينه. بيروحوا مع بعض لمكان الحادث في المنطقة الصناعية، وهناك بيقابلوا الحارس المسؤول
الحارس بياخدهم لنفس المكان اللي لقاها فيه أول مرة، وبيقول إنها كانت مرمية هناك عريانة وملفوفة في ملاية بس، وكانت غارقة في الدم، وبرغم كده وقتها برضه ما كانتش فاكرة أي حاجة خالص. بتسأل الدكتور ناش وهي راجعة معاه في العربية كانت بتعمل إيه جنب المطار. هو يلمح إنها ممكن تكون كانت على علاقة بواحد تاني، وبيقول لها إن في أوتيلات كتير في المنطقة، والتقرير الطبي كمان كان فيه إشارة إنها كانت على علاقة جنسية قبل الحادث بفترة قصيرة. لما بتسأله بصراحة إذا كانت اتعرضت لاغتصاب، بيرد عليها إن التقرير ما بيشاورش لكده. كريستين مش قادرة تصدق إنها ممكن تكون خانت أصلاً. بعدها وهي في الحمام بتقول لنفسها إنها مهما كان حصل لازم تفتكر الحقيقة، وفجأة بتسمع صوت أطفال بيلعبوا بره، فبتركض تشوف لكن ما لقيتش حد موجود. بن دخل وراها وبدأ يبوسها أول ما دخلت الحمام تاخد شاور في نفس الليلة، وفجأة وهي وسط اللحظة دي افتكرت ملامح شخص عنده ندبة في ذقنه. وبعدها الموقف بينهم بيكمل لحد ما يناموا سوا، وكريستين بتحلم إنها بتتعرض لهجوم جوه أوضة في فندق. في اليوم اللي بعده الدكتور ناش بيختبرها وبيعرض عليها صور لازم تتعرف عليها. أول ما تشوف الصور بتتوتر جدا وتتلخبط، وفي لحظة ذعر بتضغط زر الطوارئ. بعدين وهما بيتكلموا في قاعة الانتظار الدكتور ناش بيقول لها إن بعض الصور كانت مأخوذة عشوائي والبعض التاني من ملفها، وبيأكد لها إن الصورة اللي شافتها عملت عندها رد فعل واضح في دماغها كأنها أثرت فيها بشكل قوي ومختلف عن باقي الصور، وده اللي خلاه يركز أكتر على إن الذاكرة عندها ممكن تكون بدأت تتحرك شوية. رغم إن اسم كلير كان مكتوب على الصورة، كريستين ما كانتش عارفة الست دي مين أصلاً. وفي نفس الليلة بعد ما قالت له شوية حاجات أغلبها جاية من الصور، بن بيقول لها إن دي مش أول مرة اسم كلير يرجع لها في ذاكرتها. بن بيقول إنها كانت صاحبتهم زمان، لكن دلوقتي الموضوع ما بقاش مهم عشان كلير سافرت وبقت بعيدة. كريستين بتفضل مصممة إن الموضوع مهم ومينفعش يتشال كده، كأن إحساسها بيقول إن في حاجة مش مكتملة لسه. ومن هنا بيبان إنها مش بس بتدور على اسم أو شخص، لكن على معنى يربط كل الفجوات اللي في ذاكرتها ببعض. بعدها بن بيجيب لها صندوق كبير فيه صور من مكتبه، كأنه بيحاول يجمع كل أجزاء الماضي ويحطها قدامها عشان يفهمها الصورة كاملة. في الصور اللي في الصندوق كريستين بتلاقي نفسها مع كلير. لما بتسأله ليه بيخبي الصور دي عنها، بن بيقول إنه بيعمل كده عشان يحميها من الحقيقة، وإن صاحبتها ما كانتش قادرة تتعامل مع حالتها. لكن كريستين بتواجهه بالكلام وبتسأله إزاي ممكن تثق فيه وهو أصلا بيخبي عنها حاجات. بن بيرد إنه مش دايما يقدر يشيل كل حاجة لوحده. بعدها كريستين بتسجل ملاحظة جديدة بتقول فيها إنها بقت مش واثقة في بن وإنه بيخبي كلير عنها. وفي النهاية بن يكتشف إنها علقت صور كلير في الحمام من غير ما تقوله، كأنها بتحاول تجمع خيوط الحقيقة لوحدها بطريقتها. الدكتور ناش بيتواصل معاها تاني وبيأكد لها نفس الظروف والكلام اللي فات، كأنه بيحاول يثبت لها إن الصورة الكاملة لسه مش واضحة، وإنها لازم تربط اللي بتفتكره خطوة خطوة عشان توصل للحقيقة. كريستين بتشغل شريط قديم تاني في رسالة بتحذرها إنها ما تثقش في بن، ولما ترجع تبص على الصور تاني تكتشف إن الصور اللي كانت على الحيطة اختفت، وده يخليها تتعصب وتبدأ تدور في مكتبه. في المكتب بتلاقي مفتاح وبيفتح مكان فيه باقي الصور، وأول ما بتشوف في الصور فجأة بترجع لها ذكرى قوية كلير وهي بتقول لها إنها حامل. بتدور كريستين كويس على أي حاجة تثبت إنها كانت عندها طفل، بس مش بتلاقي أي دليل خالص. وأثناء ما بتبص على جسمها وبتلاحظ علامات تمدد في بطنها، فجأة بترجع لها ذكرى قصيرة عن ابنها. المشاعر بتغلبها فبتجري تمسك التليفون وتتصل ببن، وهو بيرجع البيت بسرعة وهو قلقان عليها. كريستين بتنهار في العياط لما تكتشف فجأة إنها مش قادرة تفتكر ابنها حتى بعد ما شافت الصور والرسائل وشهادة الميلاد، وده بيخليها تايهة ومصدومة بين الحزن العميق والشك في كل اللي قدامها. في الآخر بن بيرجع يلم الصور تاني ويحاول يرجع كل حاجة زي ما كانت. كريستين بعد كده بتسجل فيديو جديد بتقول فيه إن الحزن بالنسبة لبن ممكن يكون إحساس اتعود عليه مع الوقت، لكن عندها هي إحساس جديد كأنها بتعيشه لأول مرة ومش عارفة لو هتقدر تتعامل معاه يوما ما. كابوس الهجوم العنيف والراجل المشوه بيرجع يطارد كريستين من جديد. بتصحى مرعوبة وتتفرج على فيديوهات آدم وتنهار من العياط. واضح إن كل حاجة بقت فوق طاقتها لدرجة إنها تبدأ تشيل الصور من على حيطة الحمام بعصبية كأنها بتحاول تهرب من الذكريات اللي بتطاردها. ولما تروح للدكتور ناش بعد كده بتسأله إذا كان يعرف موضوع ابنها من قبل، وهو بيقول لها وإنهم فعلا كانوا اتكلموا عن آدم قبل كده. بعد كل اللي عرفته كريستين تبدأ تسأل نفسها يا ترى الحقيقة تستاهل كل الوجع ده أصلا؟ بعد ما طلبت من الدكتور ناش إنهم يفضلوا ساكتين شوية من غير كلام،
كريستين بدأت تفكر هل تقول لجوزها على العلاج اللي بتاخده ولا تفضل مخبية عنه. وفي نفس الليلة هي وبن بيتكلموا عن آدم مرة تانية. كريستين بتسأله بخوف إذا كانت فعلا أم كويسة قبل الحادث، وكأنها بتحاول تدور على أي حاجة تطمنها عن الشخص اللي كانت عليه زمان. وفي لحظة سريعة بترجع لها ذكرى حقيقية عن آدم لما بن يفكرها قد إيه كانت بتحبه. بعدها بتقول إنها دلوقتي فهمت قد إيه كان صعب عليه يعيش نفس الوجع كل يوم، لكنها تطلب منه إنه ما يخبيش عنها ابنهم تاني أبدا. وبن بيعتذر لها وهو متأثر جدا. لكن الكوابيس بترجع تاني في نفس الليلة. في الحلم كريستين بتكون في فندق وفجأة بتشوف آدم قدامها. بعدين تلاقي رسالة مكتوب عليها اسم مايك ومعاها ذكريات الراجل اللي عنده ندبة بتبدأ تطلع في دماغها بقوة. المرة دي الذكريات الحقيقية للهجوم بتبدأ ترجع بشكل أوضح. وفي الصبح لما بتصحى كل حاجة بتنساها تاني وكأنها ما كانتش موجودة من الأساس. تاني يوم الصبح كريستين بتقول للدكتور ناش إنها شايفة إن مايك هو الراجل اللي كانت على علاقة بيه وهو نفسه اللي اعتدى عليها. ناش بيحضنها عشان يواسيها وكان تقريبا هيبوسها، لكن أول ما الجاكيت بتاعه اتفتح كريستين شافت بطاقة المستشفى وقرأت اسمه الكامل مايك ناش. وفجأة ذكريات مرعبة بترجع لها وبتشوف ناش وهو بيعتدي عليها جوه أوضة فندق وهي تايهة من الصدمة. بتبعد عنه بسرعة وتهرب وهي مرعوبة، لكنه بيلحقها ويديها مهدئ وبعدها يوصلها البيت. وفي نفس اليوم الدكتور ناش بيتصل بكريستين وبيوضح لها إنه بس اداها مهدئ خفيف عشان يساعدها تهدى بعد حالة الهلع اللي دخلت فيها. وبعدين يشرح لها إن اللي حصل ده اسمه الكونفابيوليشن، ودي حالة المخ فيها بيحط تفاصيل من خياله مكان الأجزاء الناقصة في الذاكرة، وده اللي خلاها تفتكر إنه هو الشخص اللي اعتدى عليها. وفي اليوم اللي بعده كريستين والدكتور ناش بيتقابلوا مرة تانية. المرة دي ناش بيعترف لها إنه عنده مشاعر ناحيتها وإنه عارف إن ده تصرف غير أخلاقي ومش احترافي خالص، وعشان كده ما بقاش ينفع يكمل علاجها. لكن قبل ما يمشي بيقول لها حقيقة صدمة. بيكشف لكريستين إن بن كان حطها في دار رعاية سنة 2007 وبعدها بسنتين سنة 2009 طلقها رسميا وسابها هناك لوحدها. كمان ناش بيكشف لكريستين إن كلير حاولت كذا مرة تتواصل معاها وهي موجودة في دار الرعاية، وقبل ما يفترقوا بيديها رقم تليفون كلير. بعد ما كريستين تعرف الحقيقة بتقابل بن وهي مخضوضة ومليانة غضب وبتسأله ليه طلقها من 4 سنين من غير ما يقول لها الحقيقة. وفي الآخر بن بيعترف إنه دخل في اكتئاب شديد بعد موت ابنهم وإنه ما كانش قادر يتحمل الوجع ولا حالتها، فقرر يطلقها ويسيبها في دار الرعاية. لكن بن بيقول إنه بعد فترة أدرك إنه ما يقدرش يسيبها للأبد، عشان كده رجع لها من تاني وبيحلف لكريستين إنه عمره ما هيسيبها مرة تانية. وبعد ما كريستين تعرف الحقيقة وتبدأ تفهم الوجع والإحساس بالذنب اللي كان عايش بيهم بتحضنه. وفي وقت لاحق من نفس اليوم كريستين بتقرر تتواصل مع كلير أقرب صاحبة ليها، وأول ما بتسمع صوتها بتجيلها ومضات سريعة من ذكرياتها القديمة. وبعدها الاتنين بيتفقوا يتقابلوا في جنينة قريبة، وهناك كلير بتقول لها إن قبل الحادث كريستين كانت على علاقة مع راجل وبتقابله في السر داخل أوتيل. كلير كمان بتوضح لكريستين سبب إن علاقتهم انتهت في الآخر. بتقول إن بين وكلير كان بينهم لحظة خاصة واحدة في فترة صعبة بعد فقدان كريستين لذاتها وذاكرتها وقت الحزن والارتباك اللي كانوا عايشينه. بعدها كلير حست بالذنب وقررت تقطع أي علاقة بينهم وتبعد تماما عن حياتهم كأنها بتحاول تحمي زواج كريستين. كلير كمان بتعتذر وبتدي لكريستين رسالة قديمة بن كان كاتبها من سنين. الرسالة دي كان كتبها قبل ما يفترقوا، وطلب من كلير إنها ما تديهاش لكريستين إلا لما تبقى قادرة تفهمها وتستوعبها بالكامل. بن في الرسالة بيقول إنه رغم إنه لسه بيحب كريستين جدا إلا إن مرضها أجبره إنه يدخلها دار رعاية، وبيوضح إنها هناك كانت أهدى شوية وأوقات كانت حتى بتحس ببعض الراحة أو السعادة. وبعدين بيشرح إنه في النهاية قرر يبعد ويغادر عشان خاطر ابنهم آدم، لأن فقدان كريستين لذاتها كان صعب جدا على الطفل وبدأ يخاف منها، وبيطلب منها تفهم إن قراره كان بهدف حماية آدم ومصلحته. وهي بتقرأ الرسالة فجأة بتستوعب قد إيه كان صعب على بن يعيش التجربة دي ويتعامل مع حالتها الصحية يوم بعد يوم. كريستين بتسجل فيديو بتقول فيه إن بن هو شريكها المسؤول عنها وإنها عايزة تبدأ حياة جديدة معاه لأنها ممتنة لحبه واهتمامه بيها. في نفس الليلة بتقول له إنها كانت بتقابل الدكتور ناش من فترة وبتوريه الفيديوهات اللي كانت بتسجلها بالكاميرا، وبتعترف إنها في البداية ما كانتش واثقة فيه لكن دلوقتي بقت تثق فيه. فجأة بن بيتعصب جدا وبيتهمها إنها على علاقة بناش وبيضربها وبعدين بيخرج من البيت وهو منفعل.
كريستين وهي في صدمة بتتصل بكلير عشان تحكي لها اللي حصل. كلير بتبقى محتارة وبتقول إن بين راجل طيب ومستحيل يأذي حد، وبتقرر تتصل بيه عشان تطمن عليه. وبعدها كلير بتتصل بكريستين تاني، وبين في الخلفية بيقول إنه ما شافش كريستين بقاله 4 سنين. كلير بتسأل كريستين توصف لها الراجل اللي عايشة معاه وهل عنده ندبة في الجنب اليمين من وشه. كريستين بتبص على صورة الفرح وبتكتشف إن مفيش أي ندبة، وفي اللحظة دي الحقيقة بتتكشف. صورة الفرح متزورة، والراجل اللي كريستين عايشة معاه مش بن خالص. كريستين بتحاول تهرب في اللحظة دي، لكن بن بيخليها تفقد الوعي، ولما بتصحى تاني يوم الصبح ما بتكونش فاكرة أي حاجة حصلت. بتلاقي الكاميرا بتاعتها وتشغل فيديو ليها وهي بتقول إنها بتحبه وعايزة تبدأ حياة جديدة مع بن. كريستين بيجيلها تليفون من بن بيقول لها إنهم هيسافروا رحلة بالليل، بياخدها لفندق قريب من المكان اللي كانت اتلاقت فيه أول مرة. جوه أوضة الفندق ذكريات 10 سنين كاملة بتبدأ تطلع لها واحدة واحدة، وفي الآخر بيقول لها الحقيقة إنه مش بن لكنه مايك، الراجل اللي كانت على علاقة بيه. في النهاية كريستين بتفتكر الحقيقة اللي حصلت فعلا، بتفتكر إنها رفضت طلب مايك إنها تقول لجوزها بن على العلاقة اللي بينهم. وبعد ما الخناقة بينهم خرجت عن السيطرة، مايك ضربها بعنف، وده اللي سبب لها فقدان الذاكرة. وكمان من غير قصد بيكشف لها صدمة كبيرة إن ابنها آدم لسه عايش. مايك بيقول إنه مش عايز يكمل تمثيل دور بان، وبيمسح كل الفيديوهات من الكاميرا بعد ما بيعترف لها إنه بيحبها. وبعدين بيقول لها إنه يا إما يعيشوا سوا يا إما مفيش حد فيهم هيعيش مع التاني. كريستين ومايك بيدخلوا في مواجهة عنيفة تانية، لكن المرة دي بتقدر تدافع عن نفسها، وبعد ما بتسيبه مغمى عليه بتهرب من الفندق. وأثناء هروبها بتشغل إنذار الحريق في الفندق عشان تلفت الانتباه وتطلب المساعدة. وبعدها بتظهر جوه عربية الإسعاف وهي بتصور نفسها وبتحكي كل اللي حصل. وفي وقت تاني كريستين بتصحى على سرير المستشفى، والدكتور ناش بيزورها المرة دي كصديق مش كطبيب معالج، وهناك بيقول لها إن مايك الراجل اللي كان السبب في حالتها اتقبض عليه. بعدها الدكتور ناش بيقول لكريستين إن في ناس جايين يزوروها، وبيعبر عن أمله إن مقابلتهم تكون هي اللحظة اللي أخيرا ترجع فيها كل الحقيقة. وبعد شوية بن الحقيقي بيدخل الأوضة، لكن المرة دي ما كانش لوحده، كان واقف جنبه آدم الابن اللي كريستين كانت فاكرة إنه مات من سنين. وأول ما كريستين بتشوف آدم داخل الأوضة كل ذكرياتها بترجع لها فجأة دفعة واحدة، فكريستين بتحضن ابنها وهي بتعيط من الفرحة بعد ما في الآخر رجعت لها الحقيقة كاملة. وبيوصل الفيلم لنهاية مؤثرة جدا. وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في الجديد. سلام.